فتاة مصرية جميلة من عائلة محترمة درست في أرقى الجامعات. الجاسوسة هبة سليم ستبدأ من باريس وتنتهي على أرض مصر بين دهاء المخابرات المصرية وغرور الموساد الإسرائيلي. فما الذي جعل فتاة في ريعان الشباب تتحول من طالبة بريئة إلى خنجر في ظهر وطنها؟ وكيف تمكنت المخابرات المصرية من كشفها والإيقاع بها في عملية وصفت بأنها من أذكى عمليات المخابرات في التاريخ؟ كيف تم تجنيدها؟ وكيف استطاعت نقل أخطر الأسرار العسكرية المصرية ثم انقلبت الآية لتتحول من خادعة إلى مخدوعة ومن جاسوسة إلى أسطورة في ملفات المخابرات؟ عاشت هبة سليم حياة مرفهة في بيت أسرتها الفاخر في حي المهندسين بالقاهرة. بتقضي معظم وقتها في نادي الجزيرة مع صديقاتها اللي ما كانش بيشغلهم شيء غير آخر صيحات الموضة. ما كانتش هبة تجاوزت 20 من عمرها لما وقعت نكسة 1967 وحصلت على الثانوية العامة عام 1968 ودخلت كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية ونجحت بتفوق وكانت الثانية على الدفعة وتخرجت عام 1969. ولتفوقها قام رئيس قسم اللغة الفرنسية أستاذ فرنسي من أصل يهودي تواصل مع جامعة السوربون عشان يعملوا استثناء ويدوا منحة دراسية لأول 2 على الدفعة بدل أول 1. وبعد موافقة الجامعة لحت على والدها اللي كان بيعمل وكيل لوزارة التربية والتعليم إنها تسافر باريس لإكمال تعليمها الجامعي. وأمام ضغوطها وافق الأب وما كانش يخطر في باله ولو للحظة واحدة اللي هتتعرض له بنته في باريس. سافرت هبة لاستكمال دراستها وفي نفس الوقت كانت بتسعى للحصول على وظيفة في السفارة المصرية في باريس ولكنهم رفضوا توظيفها وقوبل طلبها بالرفض. وأثناء دراستها في الجامعة اتصاحبت على فتاة يهودية من أصول بولندية وادتها زميلتها فكرة عن الحياة في إسرائيل وإنهم مش وحوش وإنهم بيكرهوا الحرب، هم بس بيدافعوا عن نفسهم وعن مستقبل أجيالهم القادمة ومش عايزين حاجة غير الأمان. اقتنعت هبة بالكلام وصدقته. هبة فتاة ذكية جدا قدرت بنشاطها في فرنسا إنها تمد فترة إقامتها من بضعة أسابيع للدراسة إلى 2 عام كاملين. وفي الفترة دي اتجندت تدريجيا للموساد لأن فرنسا في الوقت ده كانت مليئة بعناصر الموساد السرية. حكت هبة في يوم لضابط الموساد الإسرائيلي عن المقدم فاروق عبد الحميد الفقي اللي كان بيشغل وظيفة هامة في مكان حساس في القوات المسلحة وعن مطاردته ليها في النادي وخارج النادي وإعجابه الشديد بيها ورغبته ملحة في الارتباط بيها وإنها ملت منه وصدته بعنف وكانت قاسية جدا معاه لأنها ما بتحبوش. في الوقت ده ضابط الموساد فرح جدا من الصيد اللي وقع عليه وغير لهبة الخطة. بدل ما كان هينحصر دورها في إنها تلعب بأدمغة الطلاب العرب في الجامعات الفرنسية لأنها لازم تلعب دور أكبر وأهم. ومضيعش ضابط الموساد وقت ورسم لها خطة لاصطياد فاروق وتجنيده بأي تمن حتى لو كان خطبتها ليه. وفي أول أجازة لها في مصر كانت مهمتها الأساسية هي تجنيد فاروق وبدأت تتردد على نادي الجزيرة وتسأل صديقاتها عنه اللي تعجبوا جدا من آرائها المتحررة. وظهر فاروق بعد فترة وما كانش مصدق إن الفتاة اللي تمناها كتير وكانت بتصده هي دلوقتي اللي بتبحث عنه وموافقة على خطبتها ليه. كان فاروق دائم التغيب عن هبة لفترات طويلة وكانت فرصة ليها إنها تفتعل شجار تحصل من خلاله على بعض المعلومات عن طبيعة عمل خطيبها العاشق. وكانت مفاجأة ليها لما قال لها إنه بيخرج في مهمات عسكرية على الجبهة لتنفيذ مواقع جديدة لصواريخ حصلت عليها مصر من روسيا سرا هيكون ليها دور فعال أثناء الحرب مع إسرائيل. وبدأت تدريجيا تسأله عن المعلومات والأسرار الحربية وبالذات الصواريخ الجديدة اللي وصلت من روسيا. ولأن فاروق كان بيشعر أمام ثقافة هبة الفرنسية الرفيعة ووجهات نظرها شديدة التحرر بنقص شديد فكان بيعوضه بالتباهي أمامها بأهميته ويتكلم في أداء الأسرار العسكرية. ومن جانبها كانت بتظهر عدم الاهتمام وتسخر منه. وفي يوم دعاها تزوره في بيته وفاجئها بمفاجأة ما توقعتهاش أبدا وأطلعها على خرائط عسكرية خطيرة كان بيحملها في حقيبته الخاصة وشرح لها بالتفصيل أماكن المواقع الجديدة. وأرسلت هبة ما حصلت عليه من معلومات من فاروق إلى ضابط الموساد اللي متولي تدريبها ورعايتها في فرنسا وبسرعة بعت المعلومات إلى تل أبيب اللي اتأكدت من صحة المعلومات وخطورتها وطلبت منه إنه يهتم بهبة اهتمام
اهتمام كبير بصفتها عميلة فوق العادة. وسافرت هبة مرة تانية لباريس بتحمل في حقيبتها عدة وثائق، لأن فاروق كان بيلبي كل طلباتها ورغباتها وأصبح بيطيعها طاعة عمياء، إلى أن سقط في بئر الشهوة وفي النهاية صار عميل للموساد الإسرائيلي. وسرب وثائق وخرائط بيظهر عليها منصات الصواريخ سام 6 المضادة للطائرات اللي كانت القوات المسلحة بتسعى ليل نهار لنصبها لحماية مصر من غارات العمق الإسرائيلي. لاحظت القيادة العامة للقوات المسلحة وجهاز المخابرات إن مواقع الصواريخ الجديدة بتتدمر أولا بأول بواسطة الطيران الإسرائيلي قبل أن يجف الأسمنت المسلح بها، وده تسبب في خسائر جسيمة في الأرواح وتعطيل في تقدم العمل وإنجازه. ومع وصول معلومات لرجال المخابرات المصرية بوجود عميل عسكري قام بتسريب معلومات سرية لإسرائيل، وبدأ الشك في كل الأشخاص، وفي الحالات دي لا يستثنى أحد بدءا من وزير الدفاع. وبدأ البحث على أوسع نطاق، إلى أن اكتشف أحد المراقبين خطاب عادي مرسل لفتاة مصرية في باريس سطوره بتفيض بالعواطف من حبيبها، لكن اللي لفت انتباه المراقب جملة كاتبها مرسل الخطاب بيقول فيه إنه ركب إريال الراديو اللي عنده. في الوقت ده كان عصر الإريال خلاص انتهى، فاستنتج إنه جهاز لاسلكي للإرسال والاستقبال. واتقلبت الدنيا في جهاز المخابرات الحربية والمخابرات العامة وضباط البوليس الحربي. شكلت لجان من أمهر رجال المخابرات، وصدر أمر بفتح أي مسكن وتفتيشه. وبعد البحث والتفتيش عثروا على جهاز الإريال فوق إحدى العمارات، واتصل الضباط في الحال باللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية وأبلغوه باسم صاحب الشقة، فقام بإبلاغ الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الدفاع، لقام بإبلاغ الرئيس السادات إن الشقة تخص المقدم فاروق الفقي، وكان بيعمل وقتها مدير لمكتب أحد القيادات الهامة في الجيش. وفي الوقت ده كان فاروق في مهمة عسكرية بعيد عن القاهرة، ولما عاد ألقي القبض عليه فورا، ووقتها استقال قائده حزنا على خيانته وعلى المعلومات الثمينة اللي قدمها للعدو، لأنه اعتبر نفسه مسؤول عنه. ولما طلبت منه القيادة سحب استقالته رفض بشدة، وقدام إصرار القيادة على ضرورة سحب استقالته لأن الحرب وشيكة اشترط القائد إن هو اللي ينفذ حكم الإعدام في الضابط الخاين، فوافق الرئيس السادات، وبالفعل أعدم المقدم فاروق عبد الحميد الفقي على يد قائده بطلقتين في الرأس. رسمت المخابرات المصرية خطة برئاسة الفريق أول رفعت جبريل لإحضار هبة إلى مصر وعدم هروبها إلى إسرائيل. والخطة كانت بتتضمن سفر اللواء حسن عبد الغني ومعه ضابط آخر من جهاز المخابرات إلى ليبيا لمقابلة والد هبة في طرابلس، وإقناعه بأن بنته هبة اتورطت في عملية خطف طائرة مع منظمة فلسطينية، وأن الشرطة الفرنسية على وشك القبض عليها، واللي يهمهم هو هروب هبة من فرنسا وعدم تورطها لمنع الزج باسم مصر في عمليات إرهابية. وطلبوا منه أن يرسل لهبة برقية عاجلة ويقول لها أنه مصاب بذبحة صدرية، فردت عليه ببرقية تانية وطلبت منه أنه يغادر طرابلس إلى باريس لأنها حجزت له في أكبر المستشفيات هناك، إنها هتنتظره بسيارة إسعاف في المطار. وبتعاون المخابرات الليبية مع المخابرات المصرية حجزت غرفة في مستشفى بطرابلس لوالد هبة وإفهام الأطباء المسؤولين مهمتهم، ثم أرسل والد هبة مجددا لابنته يخبرها بعدم قدرته على السفر إلى باريس لصعوبة حالته. وبالفعل صح ما توقعته المخابرات المصرية، وأرسل الموساد شخصين للتأكد من وجود والد هبة في المستشفى الليبي، وبعدها سمحوا الهبة بالسفر على طائرة ليبية في اليوم التالي إلى طرابلس. ولما نزلت هبة من سلم الطائرة في مطار طرابلس الدولي وجدت ضابطين مصريين في انتظارها، صحبوها إلى طائرة مصرية بتقف على بعد أمتار، فسألتهم إحنا رايحين فين؟ فرد اللواء حسن عبد الغني وقال لها المقدم فاروق عايز يشوفك. فقالت هو فين؟ قال لها في القاهرة. فسألتهم امال انتوا مين؟ فقال لها احنا المخابرات المصرية. الوقت ده هبة كانت هتسقط على الارض، فامسكوا بيها وحملوها الى الطائرة بالقوة. اقلعت الطائرة فورا الى القاهرة، والقضاء المصري اصدر حكم بالاعدام شنقا بعد محاكمة اعترفت فيها بجريمتها وابدت ندمها الكبير على خيانتها، وتقدمت بالتماس لرئيس الجمهورية لتخفيف العقوبة، لكن التماسها اترفض. وفي اول زيارة لوزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر لمصر بعد حرب اكتوبر 1973 فوجئ الرئيس السادات بطلب منه بناء عن رغبة شخصية من جولدا مائير انه يخفف عن هبة الحكم، فظن السادات ان الطلب هيكون بداية لطلبات اخرى يمكن تصل الى اطلاق سراحها. فنظر السادات لكيسنجر وقال له تخفيف حكم لقد اعدمت. رد كيسنجر باستغراب وقال له امتى؟ فرد الرئيس السادات من غير ما ينظر لمدير المخابرات الحربية اللي كان واقف
على بعد خطوات وكأنه بيصدر ليه أمر نفذ النهاردة. وفي نفس اليوم في سجن الاستئناف بحي باب الخلق بالقاهرة أعدمت هبة سليم.